مساء الفل عليكم، يا رب اموركم كلها تبقى طيبه وبخير. حكايه المقليات دي من اخطر الحاجات اللي احنا بنمر بيها في طريقه الفود بروسيسنج بتاعتنا، او بيسموها معالجه الغذاء. فلازم تظبط موضوع ان انت تخف المقليات. ليه بقى؟ لان المقليات ليها باي برودكتس عاليه جدا. احنا المصريين بناكل طعميه وبطاطس وبتنجان ومش عارف ايه وبانيه واقلي كل حاجه، حط في الزيت وكل. عمليه القلي بقى ديت الفراينج بتروح مكسره البندات، بيتشرب في الزيت. حضرتك تاكل الزيت مليان حاجة، هو بيخش جوه الجسم بتاعت حضرتك، بيحاول يعمل بوند مع اي حاجة. غضروف ياكل، خلايا غلاف العصبي، يعني طبعا بتزود التهابات الجسم، لان بتخلي كل حاجة، بيخلي فيه زيادة لحاجة اسمها الشقائق الحرة. الشقائق الحرة ديت بتسبب بقى امراض كتيرة زي تعدد، يعني يبقى فيه التهابات كتير وحاجات زي كده في الجسم. فطبعا انت عندك تاكل غضاريف، عندك تبص تلاقي نفسك شويه وعندك الديسك شويه وعندك خشونه في الركبه شويه، طبعا ناهيك عن كميه الكالوريز الكتيره اللي في الزيت، يعني الحاجه غير صحيه تماما. فالمقليات دي حكايه لازم ناخد بالنا منها كويس، ولازم نمسك نفسنا شويه في موضوع المقليات. انا ما بقولش امنع مقليات، لكن في الاول وفي الاخر المقليات ضرر كبير جدا جدا علينا. طول اليوم عمالين بناكل حاجات مقليه، لازم نخفف المقليات، نخليها مره مرتين في الاسبوع. وان شاء الله دايما صحتكم وايامكم كلها سعيده.